بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلب الكابتن ريش، الف مبروك يا جماعه. النهارده طبعا الحمد لله لسه من شويه خلصان ماتش الاهلي وفاركو، والحمد لله ربنا كرمنا 2-1. الماتش اللي كان فيه اكتر حاجتين لفتوا نظري بس في الموضوع ده كله ان هو غالبا ده اخر ماتش المودست معانا، والحاجه التانيه ان تقريبا كولر حد عمل له عمل وغير ما بين الشوطين. طبعا النهارده التغييرات ما بين الشوطين دي كانت في محلها، لان طبعا رضا سليم ضايع، كوكا مش شايف قدامه. ما تفهمش الواد رضا سليم ده نسى الكوره ولا ايه. طبعا الاساسي في الموضوع ده كله والحاجه اللي احنا ملاحظينها طبعا هو ابتدى بالشناوي، ودي حاجه شخصيه انا كنت في رايي انها متوقعه بدماغ كولر. هو عارف ان الشناوي ده الاساسي بتاعه، فمهما حصل اول ما يرجع ويقدر يتدرب معاه كويس هيلعبه اساسي طبعا. دي حاجه. الحاجه التانيه طبعا الحمد لله شفنا فرق كبير النهارده، وجود لعيب زي ياسر ابراهيم فرق معانا كتير، ولكن فضل موجود عندنا المنظومه الدفاعيه يا جماعه الخير. الكره التانيه احنا ما بناخدهاش. فكره الضغط الشوط الاولاني تقريبا ما فيش اي ضغط من اي نوع. الضغط عندنا شبه صفر تقريبا. شفنا الجون غريب جدا انه يتلعب في ظهر عمر كمال وما بينه وما بين ياسر ابراهيم، ونشوف المنظر اللي احنا شفناه ده، اللعيب رايح لوحده انفراد، الكرة تقريبا ملعوبه له من نص الملعب، تقريبا بنلعب دفاع متقدم بس مش ماسكين حد، خط النص ما بيضغطش على اي حد للاسف. طبعا الكلام ده كله اتحسن نسبيا في رايي الشوط الثاني بنزول ديانج طبعا بيغطي مساحات اكبر، بيجري اكتر، مستواه شويه شويتين ثلاثه اعلى من كوكا، تمام. فطبعا بدات الدنيا تبقى احسن شويه، ولكن لسه برضو عندنا حته ان احنا ما بنضغطش على اللعيبه. الكور التانية برضو في اكتر من كره عرضيه ما خدناهاش، كان حظنا حلو بس ان احنا في الكور التانية لعيبه فاركو ما كانتش موفقه ان هي تقدر تعمل بيها حاجه. يعني هي الكره وصلت لهم بس ما عرفوش يعملوا بيها اي حاجه طبعا. طبعا النهارده في رايي زي ما انا قلت في الاول ان ده غالبا اخر ماتشات موديست، الراجل مضيع جونين ثلاثه ما يضيعوش. طبعا كان سبب في البنالتي، تمام زي الفل مفيش اي مشكله، ولكن اللي عمله بصراحه في اكتر من في كورتين او ثلاثه، برغم ان هو اتحرك صح في الكورتين الا انه طبعا للاسف فينش غريب جدا في كورتين. الكره اللي لعبها له حسين الشحات ضاعت، الكره تانية برضو من حسين الشحات على خط الجون، ما تفهمش هو كان بيعمل ايه. فانا رايي ان هو خلاص يعني غالبا ده اخر ماتشاته معانا. غالبا هيبقى الفتره الجايه غالبا رضا سليم هيرجع دكه، غالبا احمد عبد القادر هياخد الناحيه الشمال وحسين الشحات يرجع الناحيه اليمين. ده بالمنظر اللي احنا شايفينه كويس جدا وكويس قوي ان احنا كسبنا. مش مهم الاداء، مش مهم اي حاجه، لان احنا داخلين على معجنه في داهيه اي حاجه، المهم ان احنا نكسب باي شكل كان. طبعا اللي فيكم ما شافش ماتش سيراميكا والزمالك، تابعوا كده في فيديو انا نزلته لفضيحه تحكيميه من الدرجه الاولى للحكم عبد العزيز السيد. ده عمل فضيحه، عمل جريمه تحكيميه يا جماعه والله. رفض انه يطرد حسام عبد المجيد واللعيب بتاع مهاجم سيراميكا رايح انفراد. اتفرجوا على الفيديو، مسخره مسخره بجد والله العظيم. لازم يبقى لينا وقفه، ولازم الحكم ده يبطل بقى يعني، او حد يشوف لجنه الحكام دي مالها يا جماعه، لان احنا بالمنظر ده في خطر كبير علينا يعني. فاللي انا عايز اقوله بس ان احنا الحمد لله طبعا ربنا كرم امام عاشور، بدانا نشوف النهارده استكمال للي كولر عمله في اخر كام ماتش، ان هو يبتدي يسدد من بره. شفنا امام عاشور وجاب جون، شفنا مروان عطيه برضو كوره وشالها الجون بتاع فاركو. فالحمد لله في الاول في الاخر الدنيا الحمد لله تمام، الحمد لله ربنا كرمنا مفيش اصابات النهارده. فالحمد لله على كل حال، والحمد لله ان احنا كسبنا، والحمد لله ان احنا كده نفضل مكسب ورا التاني ورا التالت، نحاول نضغط قدر الامكان، مش عايزين نخسر اي نقط بايا يكن الاداء، مش عايزين نضغط على الفريق ولا على اللعيبه حتى في الاداء ده. اهم حاجه ان احنا نكسب وخلاص. يلا، السلام عليكم.